مرات اخويا غضبت وسابت البيت بسبب الضحية بتاعة العيد. اخويا كده كل سنة بيشترك هو واخويا التاني وعمامي وبيجيبوا عجل كبير ما شاء الله ويضحوا بيه. المهم كل سنة الضحية بتتقسم ازاي؟ بيبقى يعني مثلا لو اخواتي الاتنين سوا وبابايا في مثلا نص الذبيحة، وعمامي التانيين في نص الذبيحة، بيبقوا مثلا عمامي بقى لما يجي الذبيحة دي تتقسم، التلت بتاع اصحاب الذبيحة عمامي بياخدوا نصه، واحنا في بيتنا بناخد نصه. وكل سنة كانت مرات اخويا بتاخد لأهلها كلهم، وعمر اخويا ما حاش منها حاجة لا هو ولا اهلي. المهم بقى السنة دي لقيت لقينا كلنا واحنا قاعدين كده وبنتجمع وبيقولوا ان الذبيحة السنة دي هتبقى لابويا واخواته بس، ربنا مقدرهم ان ابويا واخواتي هما اللي يعملوا الذبيحه. فالمهم بقى اول ما ابويا واخواتي قالوا الكلام ده، راحت مرات اخويا الكبير قايمه وقايله خلاص طالما انتوا هتشتركوا لوحدكم ومحدش من باقي العيله هيشترك معاكم، يبقى انا كده النصيب بتاع اهلي هيتضاعف. فابويا قال لها طيب اقعدي ساكته وانتي اللي انت عايزاها تاخديه. رجعت قالت لا مش هسكت، طالما جوزي دافع في الذبيحه هاخد منها اللي انا عايزاه. النصيب بتاع اهلي كده ما يبقاش كمان لا من الناس اللي بتتوزع، ولا يبقى من النصيب اللي هيجي البيت وناخد منه اللي هو هيطلع لي قد الاهلي، لا يبقى اهلي كده ليهم نصيب لوحدهم. فالمهم اخويا ساعه ما لقاها بتتكلم كده حس ان هي بتتكلم بقله ادب، فقال لها طيب اسكتي لا اما اقول لك ما اهلك مش هياخدوا حاجه خالص. قعدت تزعق قصاد اخويا وتقول له يعني ايه اهلي مش هياخدوا حاجه خالص؟ لا اهلي هياخدوا قبل اي حد. وفضلت تقول كده كلام ملوش اي لازمه. وابويا بصراحه كده كان قاعد متضايق، بس طبعا ما ينفعش يتكلم لان هي مراته وبتكلم هو وهي، وابويا وامي مش معودين نفسهم ان هم يتدخلوا في المشاكل بتاعتهم علشان المشاكل ما تكبرش، وسايبين اخويا هو لوحده اللي بيحكم مراته. بس اخويا دلوقتي ساعه لما حس ان مراته كده بتتكلم باسلوب مش كويس بدا يزعق، وكان هيمد ايده عليها، بس ابويا حاشه وقال له عيب اللي انت بتعمله ده وما ينفعش في وجودي، وانت يا بنتي اطلع شقتك، ولما يبقى ربنا ييسر ونصبح كده نذبح في العيد يبقى ساعتها نشوف انت هتاخدي وعايزه واللي انت عايزاه احنا تحت امرك. بصراحه رد ابويا كان رد محترم، بس ما كانش عاجب حد فينا لان مرات اخويا ساءت قله الادب، واحنا ما حدش فينا برضو يستكبر يتكلم في وجود ابويا. المهم ساعه ما اخويا صمم ان هو يروحها واحنا بنحاول نهدي فيه وهو مش راضي.